لأنه في الحقيقة يظهر على أن هناك تشنج، أو أن هناك كنتمنى أن تكون سحابة رمضان سائرة، ما يكونش واحد نوع من منهجية في تعامل السيد الوزير مع الصحفيين. هذا لا كاين غير سؤال واحد السير كتاب. تفضل. الموظفين ديال السجون كاين غير سؤال واحد السير يعني كتاب. معنيين بهذا الأمر. شكرا. باش انهم سؤال الله يكثر. واش كاين تعديل حكومي السيد الوزير؟ تعديل حكومي. السؤال الثاني، شنو هو السبب ديال غياب رئيس الحكومه عن النقاش العمومي؟ يعني كاين غلاء اسعار وما كيخرجش. انا سجلت السؤال ديالك تعديل الحكومي. تفضل. السؤال ديالك السي غادي نطرح السؤال. السؤال ديالك باش يكون واضح الزاويه السؤال ديالك الله يجازيك بخير. باش تكون الزاويه واضحه. السؤال ديالك الله يكثر خيرك وانا غنجاوب على السؤال. تفضل اعطيني السؤال ديالك. لا خص الزاويه. اعطيني السؤال ديالك. اعطيني انا هنا باش نجاوب على الاسئله. اعطيني السؤال وغادي نجاوبك عليه. هي راه نعطيك السؤال. اعطيني السؤال الله يكثر خيرك. تفضل. سؤال رجاء. الآن السيد الوزير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما لاحظتم فهذا هو تصرف الناطق الرسمي باسم الحكومة في مواجهة للصحفيين الذين كانوا يطرحون عليه أسئلة خاصة بالشعب المغربي، حيث عاملهم معاملة غير لائقة. كما لاحظتم هناك تشنج وفي بعض الأحيان ترمض وعصبية واضحة أثناء طرح الأسئلة، حيث قام بمنعهم في بعض الأحيان من طرح الأسئلة، وكما منعهم من التعليق على أي موضوع خاص بسؤالهم. هذه الطريقة الغير محترمة هي غير لائقة بالناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث ظهر عليه انفعال كبير لا يليق بمنصبه، حيث طرح الصحفيون عدة أسئلة، حيث أن الحكومة تقريبا سنة و5 أسابيع و20 يوما على تنصيبها لم تجد أي حدود، بالعكس فقد فاقمت وأزمت المغرب أكثر فأكثر. كما تطرق الصحفيون لفضيحة المحروقات وبيعها بأسعار غير معقولة. كما تكلم الصحفيون وطرحوا أسئلة حول الغلاء الأسعار الخضر والفواكه، إضافة إلى أزمة اللحوم التي حاولت الحكومة أن تحل بالأبقار القادمة من البرازيل. كما تكلم الصحفيون أيضا حول مشكل التضخم الذي نتج عنه ارتفاع في سعر الفائدة في جميع أبناك المغرب. المواطن مكتوي بالأسعار، والصحافة هي بوق الذي يعبر على آراء وعلى مشاكل هذه الفئة المغلوبة على أمرها. كما تطرق الصحفيون إلى قانون منظم للسجون. كما لا ننسى فضيحة بيع الأوراق وبطاقة الدخول لمباراة المغرب وفرنسا، فلحد الساعة لم يتحصلوا على المذنب ولم تقدم أي حلول أو محاسبات للمسؤولين على هذه الفضيحة. إذن كل هذه الأسئلة زادت من نرفزة الوزير المنتدب لدى الحكومة، خاصة عندما تطرق الصحفيون لأن الحكومة بررت ارتفاع الأسعار الخضار والفواكه من قبل بأن الجو بارد وببرودة الجو. فقال له الصحفي: ولماذا الأسعار لا زالت في ارتفاع مستمر رغم أن الجو سخن وأن فترة البرودة قد ولت؟ إذن جميع هذه الأسئلة أدت إلى انفعال ونرفزة واضحة للوزير المنتدب لدى الحكومة. إذن مما يشكل صورة غير جيدة حول الحكومة وحول تصرفها وتداعياتها وتعاملها مع الملفات المغربية العالقة. إذن نتمنى أن تجد هذه الملفات حلول في أقرب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله. إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.